بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين التالتة شمال في كل مكان. حلقة جديدة من برنامج التالتة شمال. النهاردة ان شاء الله قررنا نرد على الكائن الغريب اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. بس قبل ما نتكلم على محتوى الحلقة النهاردة، يا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. على صخرك حافر بطولاتك يا كيان يا عظيم، طول عمرك قاعد على عرشك من قدك مين، ولا يقدر شيء انه يهزك كلنا عارفين، وكفايه نقول يلا يا اهلي واحنا واثقين. في البداية صلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الكائن الغريب ده اسمها معرفش بتادين تقريبا، بلالين، ايه الاسم ايه؟ لارين، اسمها لارين. طلعت اتهمت الاهلي اتهامات باطلة، كل اللي بتتكلم فيه حاجات متفبركة ليس لها اي اساس من الصحة. فاحنا النهاردة قررنا نرد عليها، بس نتمنى ان الرد بتاعنا ما يزعلش حد مننا. نسمع الاول يا قالت ايه على الاهلي ونرجع لكم. صباح الخير. طبعا كلنا عارفين ان كل الاعلاميين دلوقتي من غير الزمالك الحقيقه ما لهمش اي محتوى، وكلهم بيطلعوا يقولوا لنا الكلمتين المعتادين: هو انتوا ليه حاطين الاهلي في دماغكم وبتقولوا ان هو ننوس عين من الدوله وما اعرفش ايه. فالحقيقه انا قلت هعمل سيرش بسيط اشوف الاهلي فعلا ننوس ولا لا، واشوف ان انا بنت ظالمه ولا لا. فلقيت الاتي: الوزير في شهر يناير 2021 طلع قال حاجه، تصريح مهم جدا. قال: تم غض النظر عن مخالفات الاهلي لانها لا تستدعي المساءله والتحويل الى النيابه. فدخلت قلت يا بنت يا لارين خش شوف لنا ايه المخالفات اللي كانت على الاهلي دي اللي لا تستدعي. اول مخالفه معانا دلوقتي مخالفه في عقد الرعايه بمبلغ 2,700,000 غرامه تاخير. يعني الاهلي حرم خزينه النادي من مبلغ 2,700,000. فعلا مبلغ ما يستحقش المساءله تماما يا سياده الوزير. 2. أعمال مقاولات مدرج الأهلي مع شركة السلام حمل ميزانية النادي 13,5 مليون زيادة. سيادة الوزير إيه الأخبار، عامل إيه؟ بس حابب أطمن على حضرتك. 3. 15 مليون وشوية عمولات لسماسرة وشركة تسويق اللاعبين الأجانب، مع ان مفيش عقد يقول ان الاهلي بيتحمل العمولات دي، اوكي؟ لان قانونا العمولات مخالفه اصلا للقانون. الفلوس دي فين؟ 15 مليون يا سياده الوزير، برضو لا تستدعي. عندك حق. رقم 4 الاستغناء. حلوه رقم 4 دي على فكره عجبتني جدا. المخالفه رقم 4 بتقول: الاستغناء او اعاره بعض لاعبي فريق كره القدم لانديه تانية ببلاش. لا كريم الحقيقي. الدولارات دي مال عام يا سياده الوزير ولا مش مال عام؟ لا مش مال عام. الاهلي مش مال عام. اوكي. الاهلي كريم جدا، بيعير اللعيبه وبيستغني عن اللعيبه ببلاش. ما شفتش كرم في حياتي كده بصراحه، حبيتك. المخالفه رقم 5: 6 مليون رسوم توثيق عقد اللعيبه وبرده مش مكتوب في عقد. وانهي قانون ده يا سياده الوزير بيقول ان النادي بيتحمل الرسوم؟ يعني هي المفروض دي الرسوم دي مش هي بتتخصم من اللعيبه؟ لا، مع النادي الاهلي كل شيء متاح الحقيقه. ده غير بقى انه اتلغى مبلغ 2 مليون وربع عن بعض العقود دي. طب حضرتك ليه ما لغيتش للزمالك؟ ولا الزمالك الاهلي ننوس؟ اوكي، احنا ما سمعناش الزمالك، ما سمعناش الاهلي، معلش، اصل الزمالك بحبه، حبيبي الزمالك. 6 مخالفه: 35 مليون اعلانات لاعيبه الاهلي من تحت لتحت. 26.5 مليار. النسبة المستحقة لنقابة المهن الرياضية عن عقود اللاعيبة والأجهزة الفنية للمصريين والأجانب. ندخل على اللي بعده: 129 مليون ضرائب مرتبات ما دفعهاش الأهلي، مع إن رصيده في الوقت ده كان 243 مليون. اللي بعده: 392 مليون ضريبة قيمة مضافة ما دفعتش. ضرائب عقارية بقيمة 477 مليون لم تسدد، مع العلم انه الاهلي اوريدي حصلها من المستاجرين.
يعني الاهلي بيشتري لعيبه ب 51 مليار من فلوس الضرايب اللي هو اصلا حصلها، وفي كمان مبلغ تافه كده 750 الف كلام اهبل ضرايب لاعلانات المجله دي هنتكلم عليها بعدين لو الفيديو ما طولش. يعني الاهلي محصل ضرايب فوق المليار جنيه ومش راضي يدفعهم، والوزير شايف ان هي لا ترتقي للمساءله. المخالفه اللي بعد كده، هدايا لشركه اسمها قباء باكتر من مليون جنيه في مزايده. كان المفروض المزايده دي تتعمل والحقيقه انها ما اتعملتش. يعني انتوا كاتبين في الورق ان احنا ما عملناش المزايده، ولكن ادينا هدايا بقيمه للشركه دي بقيمه مليون جنيه. طيب هي خدت المليون جنيه الهدايا دي بناء على ايه؟ ولا هي خدتها وادتها لحد تاني؟ ممكن يا سياده الوزير تجاوب؟ ممكن؟ طيب بالمناسبة هي نفس الشركة برضو اللي هم سابوا لها 180 ألف غرامات تأخير عن سداد فلوس عليها. كلام جميل، كلام معقول، ما اقدرش اقول حاجة عنه. اوكي. في شركة تانية اسمها مورانو جروب. الشركة دي بتعمل ايه يا باشا بقى؟ الشركة دي بتعمل تجهيزات المطعم والمرسى. سابوا لهم عشان الاهلي كريم جدا، سابوا لهم 1.5 مليون جدعنة. واجروا لها بقى، خد دي، اجروا لها المرسى بنص الثمن، وبرضه مخالفه للعقد. يعني حتى السعر الايجار اصلا في السوق مخالف. بتاعت مين الشركه دي يا باشا؟ محتاجين حد يجاوب علينا. خد دي، الاهلي بيحصل من الاعضاء فلوس تحت مسمى صناديق العاملين. لموا حوالي كام يا باشا بقى؟ لموا 16 مليون في 3 سنين. طيب ليه لم يشهروا بموضوع الصندوق دوت؟ يعني عشان يتراجع عليه من الجهاز المركزي؟ ما نعرفش. وراحت فين الفلوس دي؟ ما نعرفش. ده غير بقى ان هم عملوا كده من نفسهم، يعني من غير اعلام او موافقه اي جهه في مصر. صباح الفل، صباح العسل. طيب موضوع السلف دي برضو كلام تافه، ان هم بيعملوا سلف لبعض العاملين. يعني ما نعرفش بقى العاملين دي بتاخد ليه عن غيرها، وشغل عصافير بقى ملناش دعوه بيه، هنشوفه بعدين. ايه موضوع المجله ده؟ موضوع المجله كانت قال ان المجله دي جالها تبرعات اكتر من 6 مليون دولار. راحوا فين؟ فين ميزانيه المجله؟ قالت فين الميزانيه؟ ليه الميزانيه ما تراجعتش؟ طيب لو مش من سلطه الوزاره يا سياده الوزير ان يتم التراجع على موضوع المجله ده، طيب هو فين المجلس الاعلى للاعلام؟ يعني فين المجلس؟ في حته بقى عايزين نقولها قبل كل جمله من حته انه المخالفات، كان بيتقال في حته كده والله، حتى هحطها لكم بين قوسين، ما امكن حصره. امال اللي ما امكنش حصره قد ايه؟ طيب هو في الاول كده الاهلي حرم خصيمة النادي ولا خزينة النادي؟ مش مهم، ما علينا. دلوقتي الكائن الغريب اللي انتوا شفتوه ده، اللي هو من الواضح من كلامها ان هي حافظة ومش فاهمة، طلعت اتكلمت كلام عن الاهلي، يعني من الاخر كده هي عايزة تعمل شو لنفسها او فرقعة لنفسها. نشوف بقى مع بعض. كتب المشرف السابق على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمير مرتضى منصور على حسابه الشخصي بموقع تويتر تغريدة قال فيها: أنا كل ده مستني، فين المخالفات؟ طب بلاش فين الصفقات؟ طبعا الكلام ده والتويتة دي لما كان في حصر لمخالفات نادي الزمالك أو تفتيش بالبلدي، عشان الكائن الغريب يفهم، تفتيش لجنة كانت بتفتش على مخالفات نادي الزمالك. فأمير بيه طلع كتب تويتر: فين الصفقات؟ لا طب فين المخالفات؟ ده كلام أمير مرتضى منصور. المخالفات التي تحافظت وزارة الشباب والرياضة على إعلانها كشفت عنها تاني، عشان بس اللي اسمها بيتادين دي ولا اسمها بلالين دي ولا اسمها ايه، نهارتين، لا اسمها ايه، لارين، عشان بس تفهم شوية، عشان هي للأسف هي بتحفظ ما بتفهمش. المخالفات التي تحفظت وزارة الشباب والرياضة على إعلانها، تحفظت وزارة الشباب والرياضة على إعلانها بالبلدي يا بتدين، يعني وزارة الشباب والرياضة رفضت تعلن عنها، وبالدليل
معانا المستندات. في حيثيات حكمها الصادر الأحد تأييد قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد مجلس مرتضى منصور عن إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي. جملة المخالفات المنسوبة لمجلس مرتضى والتي تضمنها تقرير لجنة فحص الأعمال المالية والإدارية للنادي. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي حصلت على نسخة منه أن وزير الشباب والرياضة أصدر قراره رقم 434 لسنة 2020 المؤرخ 23 سبتمبر 2020 بتشكيل لجان لفحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية المختلفة من بينها نادي الزمالك للألعاب الرياضية. وبتاريخ 11 أكتوبر 2020 باشرت اللجنة المعنية بنادي الزمالك مهامها بفحص الأعمال المالية والإدارية للنادي، حيث أعدت تقريرا مبدئيا للعرض على وزير الشباب والرياضة أثبتت فيه وجود عدة مخالفات من بينها ما يلي. ورقة وقلم واكتبي معايا. 1. تحصيل مبلغ من أعضاء الجمعية العمومية بلغت جملة ما أمكن حصره منها خلال العام المالي 2017 وحتى نهاية 2020 مبلغ 36,160,307 اللي انتوا ناسبينه للأهلي أو اللي انت طالعة تنسبيه للأهلي. ده بالمستند الرسمي يثبت ان ده في الزمالك، عشان انتوا عالم يعني فشلة. انتوا عالم فشلة، والله عالم فشلة. ما بتفهميش في الكورة، ما بتتفرجيش على كورة، ما بتشجعيش كورة. بلاش تطلعي تحرجي نفسك قدام الناس عشان الناس ما تعرفش ان انتي فاشلة. طالعين بس ينسبوها على الاهلي. بمسمى إنشاء فرع النادي بمدينة 6 أكتوبر وصرف هذا المبلغ في غير هذا الغرض المخصص لها بالمخالفة لأحكام المادة 28 من اللائحة المالية للأندية الرياضية رقم 605 لسنة 2017 وإبقاء أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر على حالتها فضلا عن عدم إظهار هذه المبالغ بميزانيات النادي بحساب إنشائي مستقل لتمكين الجهات من تتبع هذه المبالغ وإحكام الرقابة عليها. 2. عدم التزام مسؤول النادي بسداد مبالغ القروض التي اقترضها النادي في مواعيدها القانونية، سواء المبالغ المقترضة بالعملة المصرية والتي بلغ ما أمكن حصره والتي بلغ إيه؟ نسمع؟ ما أمكن حصره. أمال اللي ما أمكنش حصره قد إيه؟ لا شاطر عليك نور. أمال اللي ما أمكنش حصره ده ما أمكن حصره منها 337 مليون 337 مليون يا بلالين و693,032 جنيها أو بالدولار الأمريكي والتي بلغ ما أمكن حصره. ما أمكن حصره. أمال اللي ما أمكنش حصره قد إيه؟ 2,542,364 دولار. الأمر الذي أثقل كاهل النادي وأمواله، الأمر اللي ودى النادي في داهية بكافة ما ترتب على ذلك من فوائد وغرامات وإجراءات ومصاريف قضائية وفروق سعر صرف وخلافه، على الرغم من تدفق إيرادات للنادي خلال الأعوام من 2015 وحتى 2020 بمبلغ وقدره 2 مليار. أيوة ما أمكن حصره. أمال اللي ما أمكنش حصره قد إيه؟ بالظبط. يا الوزير إيه الأخبار، عامل إيه؟ بس حابب أطمن على حضرتك.
2 مليار و344 مليون و857 ألف و174 جنيه. تحميل ميزانية النادي مبالغ تم صرفها ما أمكن حصره. أصل في جملة بس أنا حاططها بين قوسين، أمال اللي ما أمكنش حصره يطلع قد إيه؟ يا بلالين كلمي في اللي تعرفيه وسيب الرياضة لناسها. انت اخرك تخش المطبخ اغسلي الطبق الناس هتسقف لك. تحميل ميزانية النادي مبالغ تم صرفها ما أمكن حصره اللي هي بين قوسين بالظبط. منها مبلغ 64,010 جنيهات دون وجه حق، قيمة مطالبات قضائية عن قضايا تخص رئيس مجلس إدارة النادي بشخصه خلال العام المالي 2019-2020. 64,000 جنيه رئيس النادي كان بيصرف على القضايا بتاعته بفلوس النادي، وبالدليل رئيس النادي تاني يا بلالين تاني، رئيس النادي كان بيصرف من خزينة النادي على القضية بتاعته الشخصية. ها سمعينا بقى صوتي. الوزير ايه الاخبار عامل ايه؟ بس حابب اطمن على حضرتك. تحميل تاني عشان اللارين تسمع. تحميل ميزانية النادي مبالغ تم صرفها ما أمكن حصره، منها مبلغ 64,010 جنيهات دون وجه حق، قيمة مطالبات قضائية عن قضايا تخص رئيس مجلس إدارة النادي بشخصه خلال العام المالي 2019-2020. 4. حرمان خزينة النادي لجانب من إيراداته بلغت ما أمكن حصره، منها نحو 731 مليون ما أمكن حصره اللي هي بالظبط بين قوسين دي 731 مليون و475 ألف تمثلت في الفرق بين قيمة الإعانة الإنشائية للعضوية الجديدة خلال الفترات من العام 2015 حتى 2020، وبين ما تم تحصيله بشكل فعلي وذلك بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية الصادرين في 19 مارس 2015 وقرارات الجمعية العمومية المؤرخة في 31 مارس 2017. شبهة الإضرار بأموال النادي نتيجة وجود عجز في النقدية بخزينة النادي بمبلغ 211,045 جنيها، وبين ما هو مثبت دفتريا في الدفاتر اللي مثبوت في الدفاتر، ووجود زيادة بخزينة النادي من العملات الحرة بمبلغ 12,955 يورو. يعني ما شاء الله، جنيه تلاقي، دولار تلاقي، يورو تلاقي، ين تلاقي، ايواني هتلاقي، ومبلغ 100 فرنك سويسري. يعني حتى الفرنك كان موجود ما شاء الله. سيادة الوزير ايه الاخبار عامل ايه؟ بس حابب اطمن على حضرتك. سيادة الوزير ازاي الصحة؟ 6. لازم بس نتعدل كده في القعدة عشان نعرف نتكلم، عشان نعرف نرد على الناس اللي ما بتفهمش كورة، الناس اللي هي طالعة يعني فعلا والله معظم بص الناس دي هي اللي بتشوه صورة الزمالك بأمانة. واحدة زي دي طالعة اللي هي دي بوابين، الناس بتشجع بظهرها، مش فاهمين أي حاجة في أي حاجة، هم بيمشوا ورا الماشي وبيجوا مع الجايين وخلاص. 6. وجود عجز مالي قدره نحو مبلغ 1,000,000 جنيه نتيجة وجود فارق بين الأرصدة النقدية وأوراق القبض الظاهرة بالميزانية العمومية للنادي في 30 يونيو 2020 والأرصدة الفعلية التي تم إثباتها بمحضر الجرد الفعلي المعد معرفة النادي في نفس التاريخ. 7. عدم قيام النادي بتوريد جميع المتحصلات نقدية وشيكات إلى البنوك المودع فيها أرصدته،
وحسابات النادي، والتي بلغ رصيدها وقت الجرد في 18 أكتوبر 2020 نحو مبلغ 19,500,000 جنيه، بمبلغ 12,955 يورو و69,000 دولار، ومبلغ 100 فرنك سويسري، وشيكات مستحقة للنادي الأطراف المختلفة بلغت قيمتها مبلغ 2,381,371 جنيها، لما تقدم للصرف منذ فترات طويلة. تاني لسه في كتير، الخير ياما، الخير ياما. ده بصوا فرج من عند ربنا، وقت ما تندهوا يا فرج اندهوا على فرج بس هتلاقوا الخير كتير. 8. شبهة الاستيلاء على أموال النادي والتلاعب بالمستندات والقيام بصرف مقابل استهلاك الكهرباء عن شهر مارس 2020 بمبلغ 44,800 جنيه مرتين. يعني اتكتب في الدفاتر في شهر مارس 2020 ان اندفع فاتورة الكهرباء 44,800 وانكتب مرتين، يعني شالوا 88,000 89,000 وكسور 89,000 والله العظيم 89,600. ماشي، مرة بأصل الفاتورة ومرة أخرى بالصور الزرقاء للفاتورة. يعني هم جابوا الفاتورة حطوها مرة، ومرة الصور الزرقاء رفقوها كمان وخدوا عليها فلوس. عصابة علي بابا. احنا دلوقتي بالظبط احنا في علي بابا ولا 40 حرامي. بالصور الزرقاء للفاتورة عن نفس الشهر، وذلك باستخدام الصور الزرقاء للفواتير، الأمر الذي يشكك في صرف مبلغ 187,672 جنيها المنصرف بالصور الزرقاء لفواتير شركة الكهرباء. 187,000 ده كله سرقة علني، ده سرقة علني. اللي بعده المخالفة رقم 9. بتكتبي شاطرة. تحرير معلش اسفين بس على الصوت والازعاج، انا قاعد طبعا على الشارع العمومي فالدنيا بايظه بره. تحرير مخالفات بناء دون ترخيص داخل النادي عن بعض المنشآت التي تم إقامتها نتيجة مخالفات أحكام المادة 29 من قانون الرياضة 71 لسنة 2017 وما يترتب عليه من أعباء مالية على النادي، وقد بلغ ما أمكن حصره اللي هي من قوسين من مبالغ مسددة تحت حساب المخالفة 25% نحو 1,200,000 جنيه من إجمالي مبلغ 4,900,000 جنيه. 10. شبهة اختلاس. حطوا تحت كلمة اختلاس دي 200 خط. شبهة اختلاس في أموال الخزينة. صرف أمين الخزينة دون قيام مسؤول النادي باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، والبالغ قيمته نحو 135,409 جنيها. أمين الخزينة اللي ماسك الخزنة اختلس 135,409. 11. قيام النادي بشراء مولد كهربائي والبالغ قيمته مبلغ 499,700 جنيه يخص جيمنازيوم الأعضاء الجدد
بالمبنى الاجتماعي وتشوينه وتركه في فناء النادي ب6 أكتوبر دون تأمين ودون استخدام منذ شرائه في عام 2017. اتناشر، شبهة الاستيلاء. احنا خلصنا من الاختلاس، دخلنا دلوقتي في الاستيلاء وحط تحتها برضو 200 خط. شبهة الاستيلاء على أموال النادي والتلاعب بالمستندات بما أثبت قيمة 300,000 جنيه تمثل مبلغ تم صرفه كسداد لمستحقات مصلحة الضرائب المصرية. خدوا بالكم بقى من الحتة دي قوي. تاني الاستيلاء والتلاعب في المستندات. دوروا في المستندات لقوا النادي دافع 300,000 جنيه تمثل مبلغ تم صرفه كسداد لمستحقات مصلحة الضرائب المصرية ولم يتم توريده لها أو رده لخزينة النادي. انكتب في الدفاتر انه اندفع 300,000 جنيه للضرائب، والضرائب قالت ما حصلش وما استلمتش وما خدتش والفلوس ما رجعتش الخزنة تاني. إرفاق إيصال بصورة ضوئية من إيصال سابق تم سداده وإرفاق الأصل الكربوني بمستندات في تاريخ سابق. بص، كهرباء تلاقي، ضرايب تلاقي، مباني تلاقي، غسيل تلاقي، مكوى تلاقي، كل حاجة. 13 تحميل ميزانية النادي أعباء مالية مترتبة على عدم سداد مستحقات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تتمثل في توقيع غرامات تأخير مستحقة نتيجة عدم السداد والتأخير في السداد بعد المواعيد القانونية بلغ نحو 4,200,000 حتى 25 أكتوبر 2020 بالمخالفة للمادة 33 من اللائحة المالية للأندية الرياضية. حتى كمان في التأمينات. نكمل ولا تعبتوا؟ 14 تحميل ميزانية النادي مبالغ دون وجه حق مبلغ نحو 4,100,000 عن الأعوام المالية 2019 2020 و2018 2019. يعني من 2018 لحد 2020 قيمة غرامة سداد القسط السنوي للقرض الممنوح من البنك التجاري الدولي وقدره 84 مليون جنيه نتيجة عمل مقاصة بين الإيجار السنوي الواجب السداد من البنك الأهلي على المحلات المؤجرة بمعرفته وسدادها للبنك التجاري، وقيام البنك الأهلي بسداد الأقساط بعد مواعيدها القانونية، مما حمل النادي تلك الغرامات ودون قيام النادي باتخاذ ما يلزم نحو العمل على رفع الضرر نتيجة هذا التصرف لإيقاف هذا الأمر المخالف للمادة 29 من اللائحة المالية للأندية الرياضية. رقم 15 تحميل خزينة النادي خلال العام المالي 2019-2020 نحو مبلغ 3,600,000 نتيجة تقاعس مسؤول النادي عن الاستفادة بالامتيازات الواردة بالمادة 9 من قانون الرياضة عن سداد مستحقات النادي للكهرباء. رقم 16 تحميل خزينة النادي قيمة الغرامات الموقعة من قبل حي العجوزة بدون مقتضى نتيجة مخالفات التعدي على أملاك الدولة بلغ ما أمكن حصره. أمال اللي ما أمكنش حصره قد إيه؟ 48,744 جنيه. حتى أملاك الدولة ويقولوا لي الأهلي هو اللي ننس الدولة.
تحميل ميزانية النادي، ده رقم 17. تحميل ميزانية النادي بمبلغ 490,519 جنيه غرامات وعقوبات دون مقتضى نتيجة تعدي على المياه العمومية خلال العام المالي 2019-2020. 18. عدم قيام النادي بتنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالحه من محكمة الاستئناف بتاريخ 30 يناير 2020 بإلزام شركة برومو آد بأن تؤدي للنادي مبلغ 8,100,000 جنيه، مما ترتب عليه حرمان خزينة النادي من هذا المبلغ والفوائد القانونية عليه. 19. عدم احتساب أو تحصيل مستحقات الدولة المتمثلة في الضريبة على القيمة المضافة على رسوم العضويات الجديدة عن الفترة من العام المالي 2017 وحتى 2020. ايه انت؟ ايه ده يا ناس؟ من 2017 لحد 2020 جميع العضويات اللي دخلت نادي الزمالك ان الدولة ما خدتش منها جنيه، ويقولوا لي برضو الاهلي نسعن الدولة. بجد فعلا بأمانة على رأي الأستاذ علي والأستاذ ممدوح بتوع قناة صد رد هزازين الرؤوس صحيح. هز عدم احتساب أو تحصيل مستحقات الدولة المتمثلة في الضريبة على القيمة المضافة على رسوم العضويات الجديدة عن الفترة من العام المالي 2017 وحتى 2020، والبالغ ما أمكن حصره اللي هي بين قوسين خلالها نحو 141,900,000 بالمخالفة لقانون الضريبة على القيمة المضافة. ده ايه ده؟ ده ايه ده والله؟ ده ميزانية دولة، دي مش ميزانية نادي. والله المخالفات اللي على نادي الزمالك دي ميزانية دولة. عدم قيام مسؤول النادي بتحصيل، ده رقم 20 عشان الناس اللي بتكتب ورايا. عدم قيام مسؤول النادي بتحصيل مستحقات الدولة على إيجارات المحلات التجارية عن الأعوام 2017 وحتى 2020. ده اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده وعملنا عليها حلقة مخصوص، انه أجر المحلات لحد 2050. انت راجل داخل النادي، مدتك في النادي ايا كان المدة، 4 سنين 8 سنين 5 سنين سنة واحدة، المدة بتاعتك انت كرئيس منتخب ليك الحق ان انت تأجر فيها المحلات، ما تأجرش اللي بعد منك. عدم قيام مسؤول النادي بتحصيل مستحقات الدولة على إيجارات المحلات التجارية عن الأعوام من 2017 وحتى 2020 من واقع ميزانيات النادي لهذه الأعوام، وبلغت تلك الإيجارات مبلغ 144,700,000. لم يتم احتساب أو تحصيل أو توريد الضريبة العقارية المستحقة عليها للجهة المختصة بالمخالفات للمادة رقم 2 من قانون الضريبة العقارية وأحكام المادة 33 من اللائحة المالية للأندية الرياضية. رقم 21 أو المخالفة رقم 21 حرمان الخزانة العامة للدولة من إيراداتها السيادية نتيجة قيام النادي باحتجاز مبالغ كبيرة يتم خصمها من مرتبات العاملين واللاعبين لحساب الضرائب دون توريدها إلى مصلحة الضرائب المختصة. خصموا من العمال وخصموا من الموظفين وخصموا من اللعيبة عشان يوردوا الفلوس للضرائب، وفي الآخر اتوردت تحت بير السلم. حرمان الخزانة العامة، تاني نعيد البند رقم 21 ده أول مخالفة رقم 21. حرمان الخزانة العامة للدولة من إيراداتها السيادية نتيجة قيام النادي باحتجاز مبالغ كبيرة يتم خصمها من مرتبات العاملين واللاعبين لحساب الضرائب دون توريدها إلى مصلحة الضرائب المختصة بالمخالفة لأحكام القانون، وقد بلغ ما أمكن حصره
نحو 185 مليون و600 ألف جنيه. الأمر الذي تؤدي إلى إلحاق ضرر بخزينة النادي بتحميلها قيمة الغرامات الناتجة عن تأخير سداد تلك الضريبة. المخالفة رقم بالظبط 22. عدم قيام النادي بخصم نسبة 5% المستحقة على تعاقدات النادي مع لاعبي الفريق بالمخالفة لأحكام قانون نقابة المهن الرياضية، وقد بلغ ما أمكن حصره من تلك المعاملات عن الموسم 2019-2020 نحو 117 مليون و600 ألف، يستحق عنها مبلغ نحو 58 مليون و800 ألف. المخالفة رقم 23 ومش الأخيرة، مخالفة أحكام اللائحة الأساسية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المعدلة بقرار مجلس الإدارة رقم 11 في 30 أكتوبر 2018 فيما يخص نسبة المشاركة وصرف 100% لبعض اللاعبين وليس 75%، وقد بلغ ما أمكن حصره من مبالغ تم صرفها بالمخالفة نحو مبلغ 10 مليون و200 ألف جنيه، 10 مليون و200 ألف جنيه و725 ألف 337 دولار و774 ألف و193 يورو، تمثل نسبة 25%. ده كده ايه المخالفات. اصل الاهلي ننوس عين الدولة. يا ست الوزير اخبارك؟ انت من حضرتك بس. وبخلاف تلك المخالفات اشارت المحكمة الى ان اللجنة المعنية بفحص جانب من اعمال النادي عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020 اعدت تقريرا تكميليا تضمن بعض الملاحظات والمخالفات، من بينها ما يلي: عدم ظهور هدايا نقدية بالعملة الأجنبية والمحلية بما يعادل مبلغ نحو 151 مليون جنيه، هدايا نقدية ملوهاش جوه النادي ومتأيدة في الدفاتر. ها نسمعها تاني؟ سيادة الوزير ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ انا بس حابب اطمن على حضرتك. برافو. عدم ظهور هدايا نقدية بالعملة الأجنبية والمحلية بما يعادل مبلغ نحو 151 مليون جنيه حصل عليها رئيس مجلس الإدارة من المستشار تركي آل شيخ وزير الشباب والرياضة السعودي ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بصفته وفقا لما تم قيده بتقرير الأنشطة والقوائم المالية للنادي بدفاتر أو سجلات النادي بالمخالفة لأحكام المادة. رقم 2، شبهة الاستيلاء على ما أمكن حصره مبلغ 1,906,981 جنيه بمسمى تعاملات مع شركة إبداع للدعاية والإعلان والتوريدات العمومية نتيجة لما تبين من تلاعب بالدفاتر والمستندات والمرفقات الخاصة بما تم صرفه تحت مسمى الشركة. 3، شبهة إهدار أموال النادي لمبالغ بلغت جملتها 72,120 جنيه تمثل قيمة نجيلة صناعي تم تركيبها وتركيب رخام لذات المساحة في ذات الفترة. 72,000 نجيل صناعي ورخام، يا بلاش.
لا بجد بلاش، رخيص قوي. شبهة اختلاس مبالغ بلغت 95,257 جنيها تمثل قيمة إقامة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ميتشو بفندق هيلتون دون سدادها. ميتشو وراح قعد في الفندق، والنادي مديون ب 95,257 جنيه، وقالوا خلاص ماشي هنبعت لك الشيك، ومشيوا وضحكوا على اصحاب الفندق واللي شغالين في الفندق، وراحوا سجلوها في دفاتر النادي ان هم دفعوا. 5. التعامل بأموال النادي بالإيداع والسحب على حساب استثماري باسم محمد عيد محمد عبد العزيز طبيب الفريق الأول لكرة القدم 5,239,552 دولار أمريكي ومبلغ 511,722 خلال عام 2019-2020 فقط بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية. وكانت محكمة القضاء الإداري قد رفضت الأحد دعاوي مرتضى منصور وأعضاء لإلغاء قرار إبعادهم عن إدارة نادي الزمالك، وبعدها ب3 ساعات أقام مرتضى طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا. طعن إيه؟ طعن إيه؟ ده أنت محتاج تعمل زي وهدان حلقوله 23 طعنة، طعنوا 23 طعنة، أنت تطعن 23 طعنة. طعن إيه؟ وهنكتفي بهذا القدر اليوم من حلقة النهاردة، واللي جاي أشد، لسه في تكملة تانية. ويا ريت الحلقة تكون عجبتكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واللايك بتاعكم الجميل. وبايا بتدين.